الدور الاول لعبناهم من غير مدرب، الدور الثاني قبل ماتشهم لعبتنا عملت تمرد. طب انا عن نفسي مستعد اتبرع بنقط ماتش المقص قبل كل موسم، بس ده ما يحصلش. الاسماعيلي يخسر للمره الثانيه الموسم ده من مصر المقص في مباراه الفيوم اللي فيها حتى اللي كان ناوي يغير موقفه ويبيع مبادئه ملحقش اساسيا، فشكلا ما اتغيرتش اي حاجه وما كانش فيه في العناصر التغيير الجذري المتوقع ده. بعد كل الشقلباظات اللي حصلت دي عنصرين بس هما اللي يعتبروا ما كانوش بيبداوا اساسي كتير ونزلوا في المباراه دي. وبذكر الشقلباظات لازم نذكر ان المباراه دي هي امتداد لحاله الباي بولر ديس اوردر بتاعه الماتش اللي فات بتاع انبي. بدأت المباراة بعدد 2 ميس باس، كانت أول مظاهر القلق، بس يمكن القلق ده راح شوية لما شفنا كمية الوقعات دي على أرضية ملعب الفيوم. الأرضية بتاعتهم غلبت أرضية ملعبنا ما شاء الله، عشان من أول 10 دقايق في المباراة دي نخش مرحلة يعملوا ليه؟ المرحلة اللي بدأت بفرصة رائعة البناهيني وقفنا فيها على حيلنا، بس ضاعت عشان يجي في الكورنر اللي بعدها على طول الجول الاول. وبسرعه وتركيز في هجماتنا خصوصا من الجبهه الشمال بدا الجمهور يطمع ويقول يعملوا ليه؟ ويجيب الجون الثاني عشان يرد المقصه بكام تمريره كنا واقفين نتفرج عليهم، ادوه فرصه يجيب بيهم هدف التعادل عشان نقول ده باينه هيعملها ولا ايه زي كل مره ويورينا ماتش انبي تاني. عشان قبل ما نكمل الجمله بناهيني يعمل مع نفسه جمله كنت هزعل قوي لو ما جاتش جول، عشان كده ازعل وانت تزعل ويحصل نفس اللي حصل في مباراة انبي، بس المرة دي عرف المقصة يستغل فرصة زيادة عن انبي ما استغل ويكلفنا الهزيمة التاسعة عشان نخسر بنسبة اكتر من 50% من مكسبنا الموسم ده. اكتر من 50% يا شباب، واخدين بالكم؟ في الفيوم الوضع اختلف شوية، ما كانش فيه هناك سلبيات لوحدها وايجابيات لوحدها، احنا هناك كنا بنعمل الايجابية من دول ونقلبها سلبية. يا لهوي على خدود السودا. الإيجا سلبية الأولى التعامل النفسي الجيد قبل المباراة وفصل العناصر اللي أنت رايح تلعب بيها عن المشاكل المحيطة ومذاكرة واستغلال نقط ضعف المقصة، وأهمها كان الضعف في التغطية العكسية اللي استغليناه في أول نص ساعة، اللي اتحول لسلبية بالتغييرات المعتادة. العناصر ما كانتش تأدي أداء وحش بعناصر مش مكانها أساسا عشان تأدي أداء حلو أو وحش. مش عايز، أنا مش قادر أديك. الإيجا السلبية الثانية ضغطنا العالي على مصر المقصة وتضييع هجمات كتيرة منهم وهي في مهدها، اللي اتحول لفضيحة بمجرد ما كانوا بيعدوا نص ملعبنا. فكان اللعيب المقصاوي من دول بيستحوذ على الكوره ويباصيها في مساحات في نص ملعبنا لحد ما يفكر في كذا حل ويطلع الحلول اللي مش هتنفع ويستخدم في النهايه الحل اللي بيجيب له الجول او على الاقل بيعمل له الخطوره. المقصه كان بيطبق خطوات التفكير العلمي في نص ملعبنا واحنا كنا بنتفرج، وحتى لما نفتكر نضغط بدون فعاليه. الايجا سلبيه الثالثه ايمانويل بناهيني للمباراه الرابعه على التوالي، اداؤه ومجهوده دفاعيا قبل ما يكون هجوميا رائع، فبيكللوا المره دي بجول مزيكا، بس مزيكا هو نفسه اللي ضيع الفرصه دي. 45 دقيقه للاسماعيلي مدبوعين ب 45 دقيقه للمقصه. كانت تقسيمه المباراه دي في وجهه نظري ووجهه نظرك في الكومنتات اهم من وجهه نظري. التراجع المعتاد وشوط فوق يتلوه شوط تحت، ده غالبا في الكوره بينم على ان الفكر موجود بس الرجلين تعبت. فهل يا سيد خالد القماش اعداد لعيبتك البدني فاشل في انه يكمل 90 دقيقه بنفس المستوى او على الاقل ما يعملش كوارث لما يقل، ولا تغييرات حضرتك اللي بقالها فتره مش موفقه، ولا في مشاعرنا بقى هوايتكم المفضله لعيبه وجهاز؟ المهم اظن ان 3/4 كان عارف قبل المباراه دي ان الخساره هتحصل، واهم حاجه ان احنا ما كناش نخسر بفارق كبير، بس كلنا برضو كنا عارفين كويس ان كان في اختيارين قبل المباراه دي، واحد منهم كان يخلينا نقبل الخساره والتاني ما يخليناش نقبلها قوي زي دلوقتي. وعلى الاقل ما دام الاثنين عور كان في واحد منهم هيحفظ كرامه الشعار ده. واظن ان كلنا عارفين ان اللي شغالين في النادي اختاروا انهي اختيار منهم. ربنا يجمعنا سوا على حب الاسماعيلي بدون ناس تهمها مصلحتها الشخصيه قبل مصلحه النادي الاسماعيلي، وبدون ناس اهم حاجه عندها ان هي تثبت صحه وجهه نظرها، ولو احنا قاعدين في قلب الخراره. والاسماعيلي بناس تحفظ وتحترم وتعرف قيمة الشعار ده في قلوب مشجعين.